ومن اوروبا لمصر الحلم واحد. قلت لي كان بيوتي سنتر بالظبط. في غرفتين. الغرفه فيها المساج، والستيم. وهتشتغل حجامه ومساج. غرفه واسعه كويسه. لا، ده هي الغرفه نص دي بالظبط. دي ما اللي شاء هتبقى الله ينفع حجامه ومساج. هتنفع حجامه ومساج. والغرفه الثانيه بيوت صالون تمام. مجهزه فيها 3 كراسي برضو. انت هتعملها كده زي مركز لمحمد يوسف بالظبط كده، هتبقى حاجه بس صغيره. انا يعني ميني سبا بسيط اللي هو بالظبط. زي مثلا ستيم، ولا مش هتعمل ستيم؟ موجوده موجود الستيم والجاكوزي وساونا. وساونا. يعني ميني وفي سبا حمام بسيط سباحة. كده صغير، بس انا هديه خدمات الصالون جنب منها. بالظبط. هيبقى هنا مثلا خدمات صالون الحلاقه، والناحيه الثانيه الحجامه، المساج، هناك بالنسبه لكم الموضوع مشترك شويه رجالي ونسائي في القص او في الكوافير عامه او في الصالون؟ ما فكرتش في الجزئيه دي؟ فكرت فيها، لان انا اساسا يعني بشجع مراتي ان هي تدخل معايا، لان أنا مش عايز اشتغل حريم. فانا بشجع مراتي ان هي تاخد ايديها اصلا في الحريم؟ تشتغل يعني هي حريم. اشتغلتها او ايديها لا، فيها؟ ما اشتغلتهاش، بس انا ممكن ادربها على المساج وهي بتطلع تقصد بقى ان هي هتشتغل ممكن تمسك قسم حريم. السبا؟ انا اتكلم بقى، انا يعني انا مقصدي ان انا النهارده محمد داخل يحلق، ممكن يكون زوجته معاه عايزه تعمل حاجه في شعرها في وشها. انا بروح احلق معاها في الكوافير بتاعها ما انا هي. بتكلم في كده، ليه ما بروح. فكرتش تعمل ده؟ هل ممكن تعمله وتجيب ناس تانية معاك، ولا ممكن زوجتك تعرف تعمل الشعر ولا ما عندهاش الخبرة؟ لا، هو ممكن تدخل معايا مرات ان شاء الله فيما بعد. هتدخل بس واحده هتبدا في كورس البشره، لان هي عندها كنا نعرف خلفيه. كنت اديتك كرسي الكوافير الحريم بالمرة. ان شاء الله ممكن ننزل اجازه مستردة وناخده والله. كنت اديتك كرسي الكوافير الحريم ان شاء بالمرة. الله. ان شاء الله. ان يا شاء اما الله. تبعت لنا زيارة هناك نروح نعمل عمرة. تحت امر حضرتك. عمره مش تنفع هناك كويس. حضرتك عمره مش تنفع هناك. حبيبي. فان شاء الله مراتي هتبقى بشكل كبير جدا مساعد، بس هتبقى اختصاصي في الحريم، وانا هبقى يعني حلاقه، مساج، تكات، الحاجات اللي انا هعملها كلها. وهتبقى حاجه زي سبا، ميني سبا كده لمحمد. اعمل الكاستمرز بتاعتي لو ربنا اراد اخد محل تاني محل تاني وهكذا. وفيما بعد يعني مخطط حتى انا لاولادي. واثق ان شاء الله ان انت في اقرب وقت ان شاء الله هتوصل لحته ان شاء الله. بمشيئة الله عز وجل. طالما احنا اتفقنا ان هي بلان معينه، بس كل خطوه بخطوه، يعني ما بنستعجلش. بالظبط. هو تارجت، هدف. انت لازم تحط له خطوات وتعدي كل خطوه عشان توصل للهدف بتاعك، لان انت ما ينفعش ترسم هدف من غير خطوات، والخطوات بتاعتك لازم تبقى ثابته. ايه فكره المهنه مع ان انت لحام روبرت؟ يعني ايه فكره المهنه هناك؟ يعني شغلها احسن من ده، ولا انا كمحمد ما اقدرش ان انا افتح شغلي الخاص في الصنعه او في الشغل بتاعك اللي انت فيه حاليا، فاقدر افتح شغلي الخاص في الصالون؟ مكلف يا مستر رضا حضرتك. مكلف جدا. بالنسبه ان انا افتح كحاجه مثلا لحام، انا عايز مبلغ وقدره. فدي بالنسبه لي المكنات البيزنس بتاعها حلو، وفي نفس الوقت تكلفتها اقل. دي بالنسبه لي جات لي لما رحت احلق انا ولادي الاثنين. انا دافع لابني 25 وانا 25 ادي 50 والصغير 20 ما شاء الله، ادي ربنا 70 يخليهم يورو. لك. ما خدناش ساعه. ربنا يخليهم لك. ربنا يبارك لك. فما خدناش ساعه. فانا بقول طب ساعه، طب انا احلق لي في اليوم مثلا 4 زبائن، مش عايز حاجه تانية. بعد مجهود كده اقل، الفكره بيزنس احسن. وحضرتك انت راس مالك في ايدك، مش تنقص مكنه. توكل على الله. عايز تضيف ضيف صبغه، ضيف. الشغل هناك صعب ولا عادي اقل من هنا؟ مستردة أنا عشان ابني بس أول مرة نعمل له ويفي تمام وكريل. لازم نروح مدينة تانية كبيرة، عشان ده حد بيعمل كده. ما فيش اللي انت يعني اغلبيه الحلاقين هناك دقن وشعر دقن وشعر دقن ده انت وشعر. على كده توب التوب رايح لهم. مشيئة الله هروح اخرب الدنيا هناك. طب بعد الميني سبا والصالون او البيوتي سنتر الخفيف ده، ايه الخطوه؟ الخطوه ان شاء الله عشان حسيت فيها لمعه كده بحاجه. ان شاء الله. يعني انا بعد ما زرت الفرع حضرتك اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي وان هنا، شاء الله ربنا يكرمك بالخير في الله اراد المولى. اللهم امين. فهيبقى يعني ان شاء الله براند. ان شاء الله. ان شاء الله باذنك يا رب هيبقى براند. وتابعني لان في مفاجآت كتير نازله قريب، وهتبارك لي وتحب لي الخير، انا عارفك بتحب لي. والله احب حضرتك الخير. ودايما على تواصل. اكيد. وتراسلني من الشغل انا معاك. اكيد. انا كده كده طبعاً. رقم البرايفت معاك، وكده كده احنا على الجروب ما بنطلعش بره الجروب. ما دي حاجه برضه انا كنت حابب انبه عليها في الريسبشن، ان انا اسيب لهم الرقم بتاعي يدخلوني على الواتساب من الرقم. مفيش مشكله ان شاء الله، عشان نبقى دايما على تواصل مع العيله ومع الاسره بتاعتنا. اكيد. اكيد طبعا. احبك في الله. ميمو مش بتعلمك الحلاقه، ميمو بتاهلك للحياه.